السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، وحشتوني كتير قوي. النهاردة بقى مع بعض تعالوا نشوف نبدأ الأكل بتاعنا النهاردة. أهم حاجة نبدأ بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أول حاجة عملنا عملنا زي ما انتم شايفين، سلقنا الوراك، وهنا عملنا البتنجان قليناه بس كده. هنعمل النهاردة أكلة بسيطة، وهنطلع برضو منها حاجة لوجه الله من نفس الأكل اللي احنا هنعمله. تعالوا نشوف هنعمل مع بعض. قطعت البطاطس زي ما انتم شايفين، حطيت كمان فلفل اسود وبطاطس والبصل، وحطيت الفلفل الاسود والملح، وهنا طبعا شفشق الطماطم نحطه. حط بقى معلقه زبده بلدي، طبعا انا مسيحه الزبده. حط بقى، حط برضو، حط الثوم. تعالوا بقى يلا نحطها على النار ونحط شويه شوربه حلوين عليها تدي الدسم بتاعها. حطينا الفلفل الاسود برضو عليها وش كده، وندي تقليبه حلوه كده، نغطي عليها كده حلو. نغطي عليها بقى لغايه لما تغلي غلوتين. طبعا بصوا الدسم بتاع الشوربه جميل ازاي. عملنا طحنا الفلفل والملح والثوم، وهنا قطعت الطماطم حتت صغيره. تمام، نقلب بقى تقليبه حلوه، ونحط الملح انا حاطه الملح صدوق. بناخد كده من طرف طرف السنه ونمسحه يعني اهو. نحط بقى الليمون، عشان طبعا الحاجه تطلع مظبوطه معاكي وما تبقاش دلع او ولا حاجه قوي. طبعا بنشيل البذر ده. طبعا هو البتنجان الليمون اساسه الليمون مهم قوي في المخلل ده كمان. بص، نحشي بقى الحشوه بتاعتنا. بعد ما نحط الملح، نشيل الاول البذر، اشيله، وبعد كده ارجع لكم تاني نحشي مع بعض. ناخد بقى واحده واحده كده، نحشيها. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اهم حاجه في مع الاكل كده، عشان يفتح النفس كده. يا سلام، بصوا المنظر. انا عملته عشان في واحده كتبت لي في الكومنتات انت بتعملي على طول ما بتورينيش الخلطه هي اللي انت بتحشي بيها. الخلطه هي زي ما انتم شايفين اهي، الطماطم متقطعه والفلفل المطحون ومع الثوم مع الليمون مع الملح مع الخل. هي دي كده الخلطه بتاعت البتنجان بتاعنا اهو. هخلص بقى كل الطبق ده وتشوفوه في الاخر بعد ما اخلص. احلى طبق بتنجان مخلل يا جماعه اهو. تعالوا اتفضلوا. وادي كمان البطاطس بتاعتنا هي خلاص قربت تخش على السوا. تعالوا بقى نعمل التتبيله بتاعت الفراخ. بقى نعمل مع بعض زبادي اهو، نحطه في الشفشه. نحط نص كوبايه زبادي. طبعا انا بكون عاملاه اول مره. بتجيبي من بره الزبادي، تاخدي نص زباديه صغيره على نص كيلو لبن. بعد كده نضربه كده في في الخلاط شويه بس كده. يلا في المكنه بتاعت الزبادي. تعالوا بقى نصب مع بعض كده احلى زبادي. نصب بقى هنا. طبعا ما عندكيش مكنه، بتحطي طبعا تسخني الفرن شويه، وبعد كده تحطي الزبادي. بيطلع زي الفل ومية مية اهو.
نشغل بقى كده المكنه ونشوفه برضو بعد ما يخلص. نرص بقى كده الفراخ. هنا الطماطم، بشرنا طماطم وحطينا شويه زيت وشويه ملح وشويه فلفل اسود، تمام، ونقلبهم مع بعض الاول، وبعد كده ندهن الفراخ بتاعتنا اهو، شايفين؟ طبعا شويه الزيت بيدوها لمعه حلوه مع الملح بتاعنا، وندخلها بقى تاخد وش في الفرن عقبال ما اعمل الرز. يلا نعمل بقى الشعريه. حطينا اول حاجه معلقه زبده حلوه، وحطينا شويه زيت عشان يبقى بيلمع كده. نحمر بقى الشعريه بتاعتنا وارجع لكم برده تاني عشان الفيديو ما يطولش عنكم. كده بقى الرز كده عليه، وانا بعمل هنا لسان عصفور. نغطي بقى، واول ما يطفي، اول ما يغلي ندفع عليه. كده خلصنا الرز، شايفين؟ بصوا المنظر اهو. تعالوا بقى يلا نغرف. تعالوا بقى يلا نعبيهم. يعني اي حاجه تقدري عليها تعمليها، يعني وجبتين 3 وجبه، اللي تقدري عليه طلعيه واعمليه. ربنا يا رب يجازيكم كل الخير، ويعود عليكم يا رب ايام بخير، ايام رمضان كلها بخير ان شاء الله. بس اللي قادر ان هو يعمل اي حاجه بسيطه والله يا جماعه. يلا كده خلصنا دول، عبال ما نغرف احنا بقى نخرج دول، وخليكم معايا. كده خلصنا الرز، شايفين؟ بصوا المنظر اهو. تعالوا بقى يلا نغرف. تعالوا بقى يلا نعبيهم. يعني اي حاجه تقدري عليها تعمليها، يعني وجبتين 3 وجبه، اللي تقدري عليه طلعيه واعمليه. ربنا يا رب يجازيكم كل الخير، ويعود عليكم يا رب ايام بخير، ايام رمضان كلها بخير ان شاء الله. بس اللي قادر ان هو يعمل اي حاجه بسيطه والله يا جماعه. يلا كده خلصنا دول، عبال ما نغرف احنا بقى نخرج دول، وخليكم معايا. كده خلصنا الفطار بتاعنا النهارده زي ما انتم شايفين. عايزه بقى رايكم وتعليقاتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش السبسكرايب ليوميات مطبخ الياسمين، ورايك وتعليقاتك، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع احلى متابعين في الدنيا.